بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف خير وصحة وعافية وأحوال طيبة بإذن الله. مرحبا بكم معايا من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة مع اقتراحات ديال الكوتي السهلة والسريعة والاقتصادية كما عودتكم، بجوج ديال البيضات فقط وبخليط واحد، بلاطو مشكل بالكيكات ازيد من 30 حبه في اقل من نص ساعه. تحضريه للكوتي لضياف الغفله، تيجيو خفافين هشاشين وتيذوبوا في الفم. وما تنساونيش اخواتي من التعاليق ديالكم الزوينه واللايك لا فيديو فضلا وليس امرا. ودابا غادي ندوزو على بركه الله المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ أو الغرفة، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب الدافئ، كاس ديال السكر. هذا البنات كاس ديال العنبة أو الشاي المغربي اللي تيوزن من حيث السوائل 150 مليلتر ومن حيث النواشف 120 غرام. غادي نحتاجو ياغورت طبيعي بدون سكر الوزن ديالو 110 غرام، ملعقة كبيرة من الخل، جوج ديال لي ساشي ديال السكر المنكه بالفاني أو الفانيلا السائلة اللي عندك متوفر، الخميرة الخاصة بالحلويات 10 غرام. غادي نستعمل الدقيق الأبيض النوعية جيدة الخاص بالحلويات، تقريبا واحد 250 غرام ديال الدقيق، جوج ديال الكؤوس ديال العنبة، زايد واحد شوية البنات. تناخذ واحد لو بول تنوضع فيه داك جوج ديال البيضات مع قبيصة ديال الملح مع السكر المنكه بالفاني، ونخدم هاد المقادير جيدا حتى يتبدل اللون ديال البيض كما شفتوا، ويتجانسوا جميع المقادير ويتضاعف كذلك حجم ديال البيض. ومن بعد ما تغير اللون ديال البيض غادي نضيف داك الكاس ديال الزيت بالتدرج شويه بشويه، بالاضافه الى الكاس ديال الحليب. على فكره البنات الحليب دفيوه شويه، انا رانا دفيته واحد شويه، غادي نضيفه كذلك حتى هو شويه بشويه على هذا الخليط ولا هذه المقادير اللي عندي. وغادي نضيف كذلك داك الياغورت الطبيعي بدون سكر، تقدروا تعوضوها البنات بياغورت ديال الفاني. وغادي نبدا نضيف النواشف بطبيعه الحال خصهم ضروري نغربلوهم. غادي نضيف 10 غرام ديال الخميره الخاصه بالحلويات، تقريبا ساشي وواحد شويه البنات كما شفتوا. وغادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق 250 غرام ديال الدقيق اللي دخلت لي في هذا الخليط. غادي نضيف كاس الاول دفعه واحده، وغادي ندخله في هذه المقادير اللي عندي، وغادي نضيف كذلك الكاس الثاني. على فكره الخليط هانتوما غادي نوريكم القوام ديال الخليط كي خصو يكون، ما خصوش يكون ثقيل بزاف باش ما يجيوناش الكيكات ديالنا بومبي منين يطيبوا يجيو منفوخين. خص يكون الخليط يكون ما يكونش قاصح بزاف، ما يكونش مرخوف. انا غادي نوريكم القوام ديال الخليط كي داير، ما غاديش نجرب نهائيا المقطع. وغادي نقسم الخليط ديالي لجوج ديال الاقسام تكونوا متساويين. لما كنتوش تعرفوا تاخذوا العبار بعينيكم يستحسن تعبروا الخليط ديالكم في الميزان، وخصوصا الا كنتوا تتبغيو تحضروا الطلبيات. قسم غادي نضيف له تقريبا واحد زليفه صغيره ديال الشوكولا الشعريه، وقسم غادي نضيف له قشور ديال البرتقال مع عصير البرتقال. غادي نضيف هاد الشوكولا بهاد الطريقه، يستحسن هاد الشوكولاته البنات يكون عندكم في المجمد. وقسم غادي نحك له داك البرتقاله فقط داك القشيره الفوقانيه مع 4 ديال الملاعق كبار ديال عصير البرتقال. منين نضيف عصير البرتقال ضيفوا واحد معلقه تكون كبيره عامره ديال الدقيق، لان الخليط تيولي يرجع مرخوف. وغادي ناخذ القوالب الفرديه من بعد ما دهنتها جيدا بالزبده وغبرتها بالدقيق. البنات انتم شوفوا العبار ولا القياس ديال القوالب كي دايرين عندي، راه قوالب صغيورين عفوا البنات. بالنسبه هذه راه طلبيه ديال واحد السيده. دابا غادي نعمر القوالب ديالي بالخليط اللي عندي بشكل متساوي.
وندخلهم الفرن اللي ديجا مسخن على 180 درجة حرارة، واضعاهم في الرف البنات، في الرف التحتاني مشعول من الاسفل والاعلى، ما مستعملاش المروحه حتى تيقربوا يطيبوا عاد تنستعمل المروحه. وهالكيكات يا البنات كي تيجيو فعلا تيجيو رائعين والمنظر ديالهم تيشهي. اما المذاق من خليط واحد، جوج ديال المذاقات مختلفين، تقولي كل خليط مصغب بوحديته. دابا غادي ندوزو نعمروا هاد الكيكات ديالنا بالكريمات اللي عندنا. بالنسبه للكريمه الاولى غادي ناخذ كاس ونصف من عصير ديال البرتقال، كاس ديال الشاي او العنبه المغربي، ملعقه كبيره ونصف من بودره الكريم باتيسير، ملعقه كبيره ونصف من السكر حبيبات. بالنسبه لكميه السكر تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حساب الحلاوه ديال العصير البرتقال كي دايره. غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها جميع المقادير اللي عندي. غادي نضيف السكر مع البودره ديال الكريم باتيسير، غادي نخلطهم ونضيف عليهم عصير البرتقال، ونحتفظ بهذا الخليط جانبا حتى نحضروا واحد المرحله اوليه قبل ما توضعوا الكاسرونه ديالكم على النار. غادي ناخذ هاد الكيكات ديالي من بعد ما بردوا تماما، وغادي نحاول انني نديمو ليهم بكل سهوله من القوالب. وغادي ناخذ الكوك او جوز الهند، أو بالاضافه الى المربى، داك المربى اللي تكون مرخوفه البنات، غادي ندهن الجوانب المربى ونفند هاد الجوانب كذلك في الكوك. اعطاهم واحد المذاق رائع البنات، بالاضافه الى المنظر ديالهم جو تيشهيو. ومباشرة غادي نوضع الكاسرونة ديالي على نار متوسطة، منين يعقد لي الكريمة مباشرة غادي نفرغها في هاد الكيكات. بالنسبه للكريمه الثانيه غادي نحتاجو فيها كاس ونصف من الحليب، كاس ديال العنبه او الشاي المغربي. غادي نحتاج كذلك ملعقه كبيره ونصف من النشا، ملعقه كبيره ونصف من السكر حبيبات، بالاضافه الى واحد معلقه كبيره ديال البودره ديال الكاكاو، تقريبا واحد 7 غرام. بالنسبه انا تنفضل هذه النوعيه ديال البودره ديال الكاكاو، في الحقيقه رائعه تجي. علبه ديال الياغورت ديال الشوكولا اللي الوزن ديالها 90 غرام. غادي نوضع هاد المقادير، غنوضع النواشف كلهم في واحد الكاسرونه، غادي نخلطهم، وغادي نبدا نضيف الحليب بالتدرج، ونوضع الكاسرونه ديالي على نار متوسطه حتى يعقد لي الخليط. وغادي نضيف له هاد العلبه ديال الياغورت ديال الشوكولا، وغادي نخلطها جيدا حتى تجانس مع جميع المقادير اللي عندي. ومباشرة غادي نفرغ الكريمة ديالي بشكل متساوي. في حالة البنات لا بغيتو تصغبوا هاد الكريمة ديالكم في البوش وتعمروهم بها باش ما توسخولكمش نهائيا الجوانب. هاد الكيكات البنات راهم دغيا تنحضروهم، بالاضافة الى الكريمة دغيا تتجمد اللي في وسطهم، ما تستغرقش وقت كبير. بالنسبه للتزيين مساله اختياريه. وحدين اللي وضعت فيهم الشوكولا غادي نزينهم برقائق ديال اللوز، وحدين اللي واضعه فيهم البرتقال غادي نزينهم بوريضه في الوسط، وغادي نوضعهم في هاد الكويغطات اللي تيعطيو جماليه اكثر لهاد الكيكات ديالنا. وغادي نقدموهم ولا غادي تاخذهم ولاتهم بالصحه والراحه. وتنتمنى من الاخوات اللي وصلوا معايا حتى لهاد المرحله في لا فيديو، تنشكركم اخواتي على الدعم ديالكم، تنشكركم على المشاهده ديالكم. وانا غادي نوريكم واحد القطعه، جبت واحد الوحيده غادي نوريكم. تيجيو البنات تيدوبوا في الفم، وداك الكريمه عاقده، شوفوا ما شاء الله كي تيجيو مذاق مميز. هذه اللي بالبرتقال تتجي واحد اللذه رائعه، بالاضافه هذيك اللي فيها كذلك الشوكولا. تنتمنى تعجبكم هذه الوصفات اللي تنشاركها معكم، والى اللقاء اخواتي في فيديو قادم، والسلام عليكم.